أهلا بكم في نشرة مرور يوم الجمعة. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. هدوء الحالة المرورية في الساعات الأولى من الصباح الباكر نظرا أن اليوم أجازة رسمية. تنسيق تام ومستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور محافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير السريعة صحراوية وزراعية وترابية، وبمناسبة توجه السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء باقي أيام شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك مع الأهل والأقارب والأصدقاء. تعزيات مرورية مكثفة على الطرق السريعة بهدف ملاحظة الحالة المرورية والتعامل مع أي مخالفات مرورية. المناطق الدينية، المناطق التجارية، ومناطق وسط المدينة، كورنيش النيل، أماكن المتنزهات، كل في توقيته. تم تعزيز خدمات مرورية مكثفة مع حلول الكثافات البشرية وأحجام السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. متابعة ميدانية بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري مع بدء أجازة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، وأيضا تأمين صلاة الجمعة، وأيضا تأمين مناطق الأعمال.